صلاح الدين الأيوبي. وهذه المشاهد وهذه المرأة ميلا تأتي إلى قبر صلاح الدين الأيوبي. حاليا صار سلطانا للشام بعدما كان سلطان مصر، بعدما تم التخلص من هذا الطاغية الذي كان يبطن النصرانية ويظهر الإسلام. وهنا تقول: ماذا كان سيحدث لو استطعت أن أعبر لك عن مشاعري مرة أخرى؟ تتكلم مع صلاح الدين على أنه حبيبها وأعجبت به وهو قاتل زوجها، وهي في هذا الأمر الآن تحبه وتأتي من بعيد شمسة كي تراها عند قبر صلاح الدين، وتقول: لديك الكثير من الوجوه الذي لا تنتهي. وتتكلم معها عن موضوع صلاح الدين وعن حبها له وهذه الأمور، وتقول لها: أين كنت ستخبئي إن كان موجودا؟ بأيها كانت ستلوثيه؟ فكلام غير ما بين النساء. اذهبي من هنا فورا. تكلمها بغلظة لأنها تحب زوجها كما نرى، وأتت من القرى حتى تزور قبر صلاح الدين. ونرى هنا النساء وهم يتكلمون سويا في هذا الموضوع وفي هذا الصدد. إن الحياة طويلة بما يمكن لتمرغ أنف الجميع في التراب. ارحلي من هنا. وهكذا تستمر الغيرة بينهم. ومع أن شمس كان يجب أن تتفهم الأمر، فهي تحب صلاح الدين أيضا، والحب والألفة من الله عز وجل. وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.